بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وقبل ما نتكلم أنا يعني ببقى في مشاكل الناس، وأغلب مشاكل الناس ظن سيء. آه لا تجعل الشك يا ابني فيك مسكنة، فبالشك وسوء الظن تنهدم البيوت، ودي حقيقة. احسن الظن. دلوقتي يا حاج علي بناء على رغبة بعض الحبايب يعني، فبقول يعني احنا عايزين نسمع حاجة جديدة. فالناس بتقرا قرآن وبتعدي على الكلمات كده، ما فيش تدبر. ماشي. فعايز اعرف في ألف بتيجي طويلة وألف بتيجي مثلا وفي ألف جت زيادة في لأذبحنا بتاع قصة الهدد، لأعذبنا ولأذبحنا. وفي ألف بتيجي طويلة في الرضاعة، وألف بتيجي طويلة وقصيرة في الإيه؟ في الإصلاح. مختصر كده من على وش القفص وهات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للإعجاز الرسمي في القرآن، دايما حروف الألف والواو والياء بيجي عليها إيه؟ دايرة كده فوق، معناها ما هو السكون، لأن السكون في القرآن راس خاء، يعني حرف خفيفة. خفيف على اللسان. حلو. فدي الإعجاز الرسمي في القرآن. زي مثلا كلمة لأذبحن، دي فيها ألف ما تقولش زيادة، لأن ما فيش حاجة زيادة في القرآن. الزيادة ما فيش زيادة، الحرف كده يشير لحاجة معينة. فسيدنا سليمان والنقص اكتمال. اكتمال. نعم. زي سيدنا سليمان يقول وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. نعم. وكان زعلان يعني، لأن كان بيعتمد على الله ثم على الهدهد ما بيستغناش عنه. في الرحلات لما يروحوا مثلا في صحراء أو حاجة، يقول له عسكر هنا، اقعد هنا، ويشوف المية من تحت الإيه، من فوق كده، لأن كل أكل الهدهد من تحت. ولذلك يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرجه الخبأ، ما بياكلش من فوق، بياكل كله من تحت. نعم. فكان ما بيستغناش عنه. فالمهم قال له لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، وده النبي وده هدهد ما بيتاكلش، هيذبحه معقوله؟ المهم الهدهد جه بنبأ من سبأ. قال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والنبأ غير الخبر، النبأ صادق كله، الخبر يحتمل الصدق والايه والكذب. فمكث غير فقال أحط. كلمة أحط ديت يعني ايه؟ أحط دي الطاء، إدغام الطاء في التاء، ده اسمه يعني أما أجي أدغم الضعيف في القوي، لكن الطاء ديت أقوى حرف في اللغة العربية، شديدة وجهورة ومقلقلة. فهنا أشيل صفة القلقلة منه، أحط، وتقوم داخل على التاء بحنية كده، ولذلك يسمى إدغام ناقص. والإحاطة بتاعت الهدهد ناقصة، الإحاطة لله، الإحاطة كاملة لله. أحاط، والأحاط بما لم تحط به، يعني إحاطة ناقصة. فالمهم جاب له إيه؟ نبأ حلو، وبعدين أرسلوا بخطاب، وبعدين تمام. فالألف ده معمولة ليه؟ قال لك الشفقة الحانية على الهدهد، رجع في كلامه لا أذبحنه. دي جاي الألف دي وعلى الدائرة اللي فوق دي، الدائرة ديت يعتبر ما بنطقش الحرف، لكن يرمز إلا إيه؟ إن سيدنا سليمان رجع في كلامه، وبيسموه الشفقة الحانية. هذا الألف. طيب بالنسبة للإصلاح، يعني لما يكون واحد في القرآن كله، أما واحد يصلح واحد
مع ابنه أو مشكلة واحد. يعني، مشكلة أمراض بالكلام. الكلام ده يبقى إيه؟ حاجات معنوية يعني. يبقى ما يرمز لها بالإيه؟ بالألف الإيه؟ صغير. ما بنقولش صغيرة برضه في القرآن، ألف المشار إليه أو الألف الخنجرية صغيرة. نعم. مهم. الإصلاح، كل الإصلاح، كل الإصلاح في القرآن. أما الإصلاح ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إصلاح بالألف الكبير، وإصلاح لهم. ليه؟ ما هتصلحهمش بكلام. أنت اليتامى واخد فلوسه واخد بتاع، لازم تنميه ولازم تعد الواد للمدرسة ولما يكبر يبقى 100 يبقى إصلاح مش معنوي، إصلاح واقعي حقيقي ملموس بالألف الكبير. ده الإصلاح. وألف الرضاعة، الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الرضاعة دي بالألف الكبير. ليه؟ لأن الرضاعة دي من الأم لابنها الحقيقي. دي وتشوف الرضاعة دي يبقى ده ابنها الحقيقي، ابنها اللي جاي منها. أما الرضاعة الثانية وأخواتكم من الرضاعة هتبقى بالألف الإيه؟ المشار إليه الخنجرية الصغيرة كده. دي تعرف دي من دي. ده بالنسبة لل. طيب احنا نكتفي بكده وتجهز لنا ولا انت جاهز؟ جاهز، ولا اعمل حاجة تانية. وكل التحية يا رجال.